انت تعرف همام بيه؟ همام بيه ده اشهر رئيس مباحث في تاريخ البوليس المصري. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. همام بيه اسم ورد في فيلم في بيتنا رجل اللي أنتج عام 1961 عن رواية في بيتنا رجل للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. في الفيلم ده كان في شخصية همام بيه اللي هو رئيس البوليس السياسي في مصر. والبوليس السياسي كما هو معروف هو الجهاز الأمني المهم قبل ثورة 23 يوليو. بيلعب دور همام بيه في الفيلم الفنان عبد الخالق صالح، أبو المخرج علي عبد الخالق. عبد الخالق صالح بيلعب دور همام بيه اللي هو في الأصل كان بيسقط بيه الكاتب إحسان عبد القدوس على أشهر مدير للبوليس السياسي في مصر، وهو محمد إمام إبراهيم، واللي كان معروف اختصارا بيه إمام بيك. عشان كده هو اختار همام بيك ليسقط عليه. الطريف هنا حاجتين: إن في الرواية قدم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وصف كامل لمكتب همام بيك أو إمام بيك في البوليس السياسي، وده كان مقره في وزارة الداخلية. ولكن الأطرف في الفيلم نفسه حينما تحول إلى فيلم سينمائي إن اللي مثل الدور عبد الخالق صالح هو كان في الأصل ضابط بوليس. عشان كده كنا بنلاقي ليه نظرات مختلفة، واستطاع أنه يتقمص هذا الدور ويؤديه ببراعة.